السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، طلابي وطالبات صف الثاني الإعدادي، النهاردة هنشرح الدرس الأول في التاريخ باسم محمد صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته. بس قبل ما نبدأ الدرس تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم جديد. بس قبل ما نبدأ الدرس ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد. نبدأ الدرس. أول حاجة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي محمد بمكة يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول عام 570 ميلاديا، وعرف هذا العام بعام الفيل بما تفسر لأنه في هذا العام حاول أبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيش كبير يضم عددا من 1000 فيلة. والقصة دي طبعا انتوا عارفينها ومذكورة في القرآن سورة الفيل. ليصرف أبرهة الحبشي العرب عن زيارة الكعبة وتعظيمها، وليتجهوا إلى كنيسة أبرهة الحبشي التي بناها بأرض اليمن، ولكن الله حفظ بيته وأهلك أبرهة الحبشي وجيشه. وولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما حيث توفي أبوه عبد الله أثناء عودته من رحلة تجارية لبلاد الشام، ودفن في يثرب اللي هي المدينة حاليا. وفرح جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فرح جده عبد المطلب وبنو هاشم جميعا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عطاء من الله وتعويضا عن فقد أبيه. ثم أخذه جده عبد المطلب وطاف به حول الكعبة، وسماه جده محمدا بما تفسر ليكون محمودا في الأرض وفي السماء، وهو اسم لم يكن مألوفا عند العرب وقتها. ثانيا، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم كان نسب من أفضل الأنساب وخيرها. الأب هو عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قسى ابن كلاب. يمتد نسبه إلى عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فقد كان نسبه من أفضل الأنساب وخيرها. الأم هي أمينة بنت وهب ومن خيرة قريش. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من بيت بني هاشم بقبيلة قريش. ثالثا، طفولة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة. طفولة النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادات أشراف مكة أن يدفعوا بأبنائهم لمرضعات من الصحراء البادية، يعني الصحراء، بما تفسر لأن العيش في البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم للعيش في البادية عند مرضعة تسمى حليمة السعدية من بني سعدي. سؤال أكمل. تسمى مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى حليمة السعدية. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم عند مرضعته التي تسمى حليمة السعدية 4 أعوام، كانت أعوام خير وبركة عليها وعلى أهل سعد من إنسان وحيوان ونبات وغيرها، حتى عادته حليمة السعدية إلى أمه. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمه السيدة آمنة بنت وهب حتى توفيت، وكان ذلك في 6 من عمره. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب الذي سرعان ما توفى بعد أمه ب2 وكان الرسول في سن 8 من عمره، فرعاه عمه أبو طالب. رابعا،
حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عمه بين أبنائه، وكان أحب عليه من أبنائه، فأحسن تربيته ورعايته، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبئا على عمه أبي طالب، فخرج ليعمل في طفولته في رعي الأغنام، بما تفسر على ذلك ليساعد عمه ويخفف عنه، لأن عمه كان فقيرا كثيرا الأبناء. وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الصفات أثناء عمله بحرفة الرعي، مثل الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. خامسا، شباب وزواجه. شباب النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من السيدة خديجة. عمل الرسول بالتجارة، فخرج في أكثر من رحلة تجارية إلى الشام، واستمر في شبابه يسعى ويعمل لكسب الحلال من خلال رعيه للأغنام. حمى الله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء شبابه من كل سوء أو انحراف، وقد عرف عنه العفو والطهارة ورجاحة العقل والأمانة والصدق، حيث لقبه قومه بالصادق الأمين. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة عندما سمعت السيدة خديجة عن أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه ليخرج تاجرا بمالها إلى الشام مع غلامها الذي يسمى بميسرة. فقبل الرسول بعد العودة من الرحلة أخبر ميسرة السيدة خديجة عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة، فأعجبت السيدة خديجة بأخلاقه ولبست أمانته في تجارتها، فتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، فكانت خير زوجة لخير الشباب. أنجبت السيدة خديجة من الرسول 4 بنات وولدين. 4 بنات فاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية، أما الولدين القاسم وعبد الله. وكده نبقى خلصنا الدرس. ما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وشكرا، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.